هكذا العراق عاد. لو نظرنا للسياسة العراقية اليوم سنجيها أكثر توجها ناحية العرب منه ناحية إيران. بل بدأت تظهر خلافات عربية وضحت فكرة إيرانية. حضرتك. فقط سأترك التعليق الأخير. دكتور عماد، انتهى تماما توقيت هذا الملف، اعذرني على المقاطعة، بقي لي القليل أتركه لك سيدنا أنطوان في تعليق. يعني إذا كان هذا المنطق صحيحا فإن العرب قد أخطأوا بقطيعتهم مع النظام السوري لسنوات طويلة وخسروا كثيرا نتيجة سياسة المقاطعة للنظام السوري. كان الأجدى بهم أن لا يفرضوا هذه القطيعة على النظام وأن يستفيدوا من قدراته استراتيجيا ويستردوه من الحضن الإيراني. بس هذا كلام تبريري ليس كلاما واقعيا. التجارب ماثلة أمامنا وبرجع بعيد. منذ اللحظة الأولى في أكد لك كان في رفض خليجي لإسقاط النظام في سوريا خوفا من أن يكون البديل تطرفا إسلاميا، وبالتالي لم يسعوا إلى إسقاط النظام في سوريا. ولكن هذا النظام كان مثل ما تفضل ضيفك الكريم من القاهرة منذ أيام حافظ الأسد في الحرب الإيرانية العراقية. أين كان في صف إيران، وبالتالي هذا خياره استراتيجي. وكلامه عن العرب والعلاقات العربية والآخره مجرد مصلحة. وبعترف نعم الدول لها مصالح وليس عواطف، ولكن عمليا إن شاء الله يكون الاتجاه الآن إلى عكس هذا المسار، لأنه كلنا بنرتاح بالعالم العربي. نحن نتحدث عن البوصلة العربية، ولكن هناك كذلك بوصلة المجتمع الدولي التي سنناقش توجهاتها بعد قليل. سأكتفي معكم بهذا القدر. شكرا جزيلا. شكرا لك زهرة، النائب السابق في البرلمان اللبناني، وشكرا